أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا أغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. وحشتوني من الفيديو اللي فات للفيديو والنهاردة جايبة لكم فيديو حلو قوي ومهم، وانتي هتهتمي بيه عشان خاطر ده لراحتك انتي. وبمناسبة عيد الضحية اللي جاي علينا قلنا نفرز شوية طماطم زي ما انتوا شايفين كده. جايبة الطماطم حمرا كده وحلوة، ماشي، عشان خاطر تبقى حلوة في الصلصة. وفي نفس الوقت انا ما كنتش خزنت بسلة، فجبت 5 كيلو بسلة لقيتها حلوة مش وحشة زي كده خضرة. انا قطعت فصصت 2 كيلو والباقي لسه هفصصه، ماشي. وهنا معايا الزبدة اللي انا عملتها معاكم في الشتاء. بغلفها كده كل كيلو في كيس، فطلعت 3 كيلو عشان خاطر اسيحهم برضه عشان يبقوا جاهزين. وطبعا الفلفل ده اساسي اللي انا ما بستغناش عنه في اي اكل، لازم الفلفل ده يكون عندي. طبعا الفلفل اللي عندي كله عملته هرسة شطة، وده الفلفل اللي انا اشتريته وجبته عشان خاطر يبقى في التلاجة اعمل منه اكل. وكده بقى هنروح ايه نبتدي. وكده بعد ما سيحنا السمنة، آه جبنا بطرمانات، طبعا غسلناها كويس قوي وعقمناها، يعني لازم تقعد يومين كده تنشف من اي ميه عشان السمنه ما تبصي. وعبيناهم كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا لسه سخنه ما ينفعش اغطيها لما تبرد خالص. ودول 3 كيلو زبده. طبعا انا قلت لكم ان انا بعملها في البيت وبحوشها في الشتاء. ونزلت لكم فيديو 6 كيلو لبن اللي عملت منه زبدة وجبنة وقشطة وجبنة كريمي، كان فيديو تحفة لو عايزين ترجعوا تشوفوا يعني. وكده بقى ده البطرمان ده كيلو كبير، كيلو صافي، والاتنين التانيين الصغيرين 700 جرام. يعني كده 3 كيلو عملوا في حدود 2 كيلو ونص. طبعا لازم تخس، يعني انا لو ما حطيتش فيها ميه وهي كمان بتتقدح كانت هتخس اكتر من كده بكتير. وكده الفيديو خلص. لو عايزين تشوفوا الفيديو كامل ارجعوا للقناه واقول لكم السلام عليكم. وكده زي ما انتوا شايفين كده عبينا السمنه ببطرمانات. طبعا البطرمانات دي غسلاها كويس قوي ومعقماها، يعني ما فيهاش نقطه ميه، يعني ممكن تغسليها مثلا قبلها بيومين وتنشفيها وتسيبيها بقى تنشف براحتها. عشان طبعا السمنه البلدي بنحطها آه في اي حته في المطبخ، يعني مش بنحطها في التلاجة عشان خاطر التلاجة بتخليها كده ما تبقاش مرمله ومش حلوه. فطبعا عشان ما تعفنش مننا ولا تبوظ لازم البطرمان تكون متعقمة هي والغطيان. طبعا انا مش هغطيها دلوقتي الا لما تبرد خالص، ماشي. دلوقتي 3 كيلو زبدة اللي انا عملتهم، البطرمان اللي في النص ده كيلو صافي، ماشي. الاتنين التانيين 700 جرام، يعني كده 3 كيلو عملوا 2 كيلو وكام 2 كيلو آه 2 كيلو و400 جرام، يعني نقصوا 600 جرام. طبعا الزبدة لما بتستريح لازم تخس. وده كمان بعد ما انا حطيت لها مية، يعني انا لو ما حطيتش مية كانت هتخس اكتر من كده بكتير. وكده الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى ان هو يكون عجبكم ومفيد ليكم، والسلام عليكم. كده بقى حطيت الزبدة تسيح زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا هنا المعلقة استانلس ومعايا طبق استانلس احط فيه المعلقة عشان خاطر ما بهدلش البوتاجاز، وفي نفس الوقت السمنة اللي في المعلقة هتيجي في الطبق اعمل بيهم برضو حاجة تانية. ما احنا لازم نوفر، انتوا عارفين طبعا الحاجات دي بقت غالية. المهم انا عندي هنا زبدة هنزل عليها بكوباية مية عشان تطلع مع البخار والزبدة ما تخسش، ماشي. طبعا انا بوطي عليها عشان دي لو فارت هتبهدل الدنيا. النار العالية عليها غلط، بتوطي عليها واسيبها بقى لغاية ما تسيح. كده الزبدة ابتدت تسيح، شايفين ما شاء الله. على فكرة الزبدة دي ممكن تعملها سندوتشات لولادك مغذية جدا.
وانت لو عملتها سندوتشات برضه مغذية جدا. فاعملها وانت مطمنة، ولا بتعمل دهون ولا بتعمل حاجة. سيبها بقى تكمل سواها. ما شاء الله زبدة نضيفة ازاي، طبعا عشان معمولة في البيت ما فيهاش اي شوائب. لكن انت لو جبتي بقى زبدة من بره وهتسيحيها، يبقى سيحيها وحطي حتة شاشة وصفيها، عشان خاطر انت ما تضمنيش يكون فيها ناموسة، شعراية، حاجة. لازم تصفيها عشان تضمني جودتها. وكده برضه طبعا زي ما انتم شايفين لسه هي بتستوي. كده السمنة قربت تخلص. ما نخليهاش تستوي قوي عشان ما تتحرقش مني. يعني فاضل لها بالكتير قوي دقيقتين 3 واطفي عليها. انا طبعا حطيت لها كوبايه ميه في نص الغلايه، يعني كده كوبايتين، كوبايه في اول تسيح الزبده وكوبايه في النص. ماشي. بكده السمنه بتاعتنا خلصت. ما شاء الله شايفين عامله ازاي، تحفه. هسيبها بقى لما تبرد خالص، وبعد كده احطها في البطرمانات. المعلقه وقعت اهي. ينفع كده؟ السمنه سخنه.